محمد مجدي قفشه لاعب النادي الأهلي. محمد مجدي قفشه مع النادي الأهلي من 2019. محمد مجدي قفشه ابتدى المشاركة في مباراة السوبر المصري اللي كانت في استاد برج العرب. محمد مجدي قفشه صاحب القضية. احذروا الكاو، احذروا الكاو، ترجع الكرة بالراس، القاضية ممكن شاط الكرة وجول اللي قضى على أحلام الزملكاوية من 2020 لحد وقتنا ده. محمد مجدي قفشه كان في لقاء صحفي امبارح مع إبراهيم فايق واتكلم بكل صراحة وعفوية عنه. الراجل كان بيتكلم عن اللي بيحصل من اتحاد الكورة واللي بيحصل جوه النادي الأهلي واللي كل حاجة ممكن تيجي في خيالك وكل الأسرار اللي بتبيح وممنوع تطلع بره النادي الأهلي اتكلم فيها محمد مجدي قفشه. كنت طلعت من حوالي 3 أسابيع ولا أسبوعين وقلت إن الزمالك عينه على محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه هيمشي من النادي الأهلي. الكلام ده قلته من ساعة ماتش مازيمبي. طيب محمد مجدي قفشه المفروض هيمشي خلاص، يعني الراجل عرضه للبيع مش عايزه ليه؟ انت بتطلع اسرار الفريق واللي بيحصل جوه الغرف المغلقه بره في الاعلام. طيب محمد مجدي قفشه اصلا طالع اتكلم فيهم من غير اذن خالد بيبو ما اذنلوش. طيب طلع قال ايه؟ قال لك في لعيبه في الاهلي تاخد مان اوف ذا ماتش بدون وجه حق. محمد مجدي قفشه في 2 لعيبه في الفرقه حاولت اخش بينهم لكن لقيت الامور مش لطيفه وانسحبت فورا. طبعا احنا اسفين الكلام ده على مين بس مش هنقول. ال2 لعيبه دول قريبين جدا من بعض ومنهم واحد كان طالع من قريب على حوار تلفزيوني. طيب اكيد كلكم عرفتوا مين اللي بتكلم عليه. فكولر اتضايق وامبارح منعه من النزول في التتش واكتفى ان هو يلعب في الجيم. حتى النهارده ما نزلش التمرين الصباحي بتاع النادي الاهلي، كان المفروض الساعه 12 ما لعبوش وهينزل بالليل الجيم. محمد مجدي قفشه اتظلم في حوار تلفزيوني، وعلى فكره ابراهيم فايق ما سلموش ولا حاجه. ابراهيم فايق عادي جدا في الحوار. فنتمنى اداره النادي الاهلي تعفو على محمد مجدي قفشه وعدم ان هم يعني يطلعوا عقوبات غليظه عليه، لان الزمالك فعلا لو عرف ان الاهلي هيستغنى عنه فتلقائي هيعرض عليه وهيجيبوا الزمالك.